السلام عليكم. اليوم سأحكي لكم قصة غامضة ومرعبة وقعت أحداثها في بلدة صغيرة. اجلسوا جيداً وأطفئوا الأنوار إذا كنتم شجعاناً، لأن ما ستسمعونه الليلة لن تنسوه بسهولة. كانت سلمى فتاة عمرها 23 سنة تعيش مع والدتها في منزل قديم على أطراف البلدة. كانت معروفة بأخلاقها الطيبة وحبها لمساعدة الجميع. في إحدى ليالي الشتاء كانت عاصفة قوية تضرب المنطقة، والرياح تصفر بين الأشجار بشكل مخيف. حوالي الساعة 9 مساءً خرجت سلمى من المنزل بعدما تلقت اتصالاً غامضاً. أخبرت والدتها أنها ستعود خلال نصف ساعة فقط، لكنها لم تعد أبداً. مرت الساعات ثم حل الصباح دون أي أثر لها. بدأت العائلة والجيران البحث في كل مكان، لكن لم يعثروا إلا على هاتفها ملقى قرب طريق مهجور خارج البلدة. عندما فتحت الشرطة الهاتف، اكتشفت أن آخر مكالمة جاءت من رقم مجهول، والأغرب أن الرقم لم يكن مسجلاً لدى أي شركة اتصالات. بدأ التحقيق، وسرعان ما ظهرت الشكوك حول شاب كان يعرف سلمى منذ سنوات. كان يتصرف بطريقة غريبة بعد اختفائها، لكنه أنكر أي علاقة بالأمر. بعد أسبوعين عثر أحد الرعاة على حقيبة سلمى قرب كوخ مهجور وسط الغابة. داخل الحقيبة كانت هنالك رسالة قصيرة مكتوبة بخط يد مرتجف: إذا وجدتم هذه الرسالة فاعلموا أن الشخص الذي أثق به أكثر من أي شخص آخر هو من خدعني. هذه الرسالة قلبت مجرى التحقيق بالكامل. بدأ المحققون يراجعون دائرة معارفها من جديد، وبعد أشهر من البحث اكتشفوا أن أقرب صديقة لها كانت تخفي أسراراً كثيرة. تبين أنها كانت على خلاف شديد مع سلمى بسبب مبلغ مالي كبير لم يعرف أحد تفاصيله. لكن المفاجأة الكبرى جاءت عندما عثرت الشرطة على تسجيل كاميرا مراقبة قديم لم يتم الانتباه إليه من قبل. أظهر التسجيل سيارة تتوقف قرب المكان الذي اختفت فيه سلمى، وكان يقودها شخص لم يكن ضمن قائمة المشتبه بهم. بعد تتبع الأدلة انكشف أن الجريمة كانت نتيجة خطة معقدة اشتركوا فيها أكثر من شخص لإخفاء حقيقة صادمة. ومع اعتراف أحد المتورطين تم العثور أخيراً على الحقيقة التي بقيت مدفونة لأشهر طويلة. انتهت القضية، لكن سكان البلدة ما زالوا يتذكرون تلك الليلة العاصفة، ويقولون إن اختفاء سلمى كان الحدث الأكثر رعباً وغموضاً في تاريخ المنطقة. سؤال للمشاهدين: في أي مرحلة من القصة بدأتم تشكون في أن أقرب الأشخاص إلى الضحية قد يكونون متورطين؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات.